السؤال المهم هنا، هل من الافضل اني انا اشتري الموبايل من مصر هنا ولا اشتري الموبايل من بره مصر؟ وهل هنا ارخص ولا هناك ارخص؟ وهل هنا افضل ولا هناك افضل؟ من فترة قريبة مش بعيدة، من حوالي 8 شهور، كانت اغلبية الناس اللي مسافرة بره مصر في الخليج والناس اللي هنا في مصر معاها حد في الخليج كانت بتفضل انها تشتري موبايلات من بره مصر، وما كانتش بتحب فكرة شراء الموبايلات من داخل مصر ابدا، لأكتر من سبب. أول سبب كان بيقول لك جودة الموبايل هناك بره مصر أفضل، في نفس الوقت الموبايل يعتبر هناك أرخص علشان خاطر فرق العملة، وفي نفس الوقت كان في عروض كتير، وفرق العملة عشان الراتب اللي كان بياخده الوافد المصري داخل أي دولة خليجية كان يقدر يشتري موبايل جديد في أي وقت وفي أي لحظة، وكمان يتفضل مع مصاريف للبيت ومصاريف شخصية. طبعا ده غير العروض كانت بتقدمها هناك المحلات والمولات والشركات اللي بيكون عليها خصومات كبيرة على معظم الموبايلات. ولكن من بداية 2025 وخصوصا قرار ضريبة الموبايلات، الناس بدأت تفكر بشكل تاني. بعد ما الدولة أضافت ضرائب على التليفونات اللي جاية من برا مصر، الناس اتجهت كلها انها تشتري تليفونات من داخل دولة مصر، هيكون افضل. طب السؤال هنا، هي الناس ليه ما بتشتريش موبايلات من داخل مصر قبل القرار ده؟ اولا فرق العملة، الراتب اللي بياخده اي وافد مصري بيكفيه انه يشتري موبايل كل شهر، حتى لو عايز يشتري لاهله كمان من غير ما يكون مضغوط في سعر الموبايل. تاني حاجة، الناس المقيمين في الخارج عندهم فكرة، او عند الاغلبية في فكرة عندهم ان الموبايلات اللي بتيجي من بره مصر او في دول الخليج بتكون افضل بكتير من الموبايلات اللي داخل مصر، ودي فكرة خاطئة. طيب هو هل فعلا الموبايلات اللي جاية من بره مصر احسن من اللي جوه مصر هنا؟ طبعا لا. ليه بقى؟ علشان الشركات العالمية العملاقة والكبيرة زي سامسونج، ابل، شاومي، اوبو تصنع لك منتج واحد، موبايل واحد، هو اللي بيتوزعوا على جميع الدول سواء في مصر او بره مصر. نفس الموبايل هو بيكون اصلي بس بتصدره لجميع الدول، ولكن بيختلف السعر على حسب عملة الدولة. هترد عليا انت تقول لي طب ما في موبايلات كتير بتكون مضروبة وملهاش اي مصدر ولا اي اساس. بالفعل في شركات تاني بتصنع موبايلات تحت السلم وتوزعها برضو على جميع الدول وانت بتروح تشتريها، ولكن ده مش معناه انه التليفونات دي جوا مصر هي الموبايلات الاصلية. طبعا لا، شركة سامسونج منتج واحد بتطلعه بتصدره جميع الدول، وهكذا جميع الشركات العملاقة والكبيرة. ولكن المضروب والموبايلات اللي ملهاش أي مصدر ولا أي أساس موجودة في كل مكان سواء في مصر أو بره مصر، ولكن أنت اللي بتسأل وبتشوف إيه الأصلي وإيه اللي مش أصلي. السؤال المهم هنا، هل من الأفضل إني أنا أشتري الموبايل من مصر هنا ولا أشتري الموبايل من بره مصر؟ وهل هنا أرخص ولا هناك أرخص؟ وهل هنا أفضل ولا هناك أفضل؟ أول حاجة، في الوقت الحالي إنك تشتري الموبايل من داخل مصر هيكون أفضل. طيب ليه؟ علشان بتشتري التليفون عليه ضمان سنة من الوكيل نفسه ضد عيوب الصناعة. يعني لما تشتري الموبايل بتاعك من داخل الدولة بتاخد فاتورة وشهادة ضمان، لما بيحصل عطل معاك خلال السنة ضد عيوب الصناعة بتقدر ترجع للتوكيل ويتصلح على حساب الوكيل او يتغير الموبايل. الحاجة التانية المهمة، لو الموبايل بتاعك اشتريته من داخل مصر هنا بفاتورة وضمان ونزلت عليه ضريبة بدون اسباب، ترجع للتوكيل هيقدر يرفع لك الضريبة، او هتكلم خدمة العملاء يقدر يرفع لك الضريبة. لكن انت لو جاي من بره نزل عليك ضريبة، حتى لو معك فاتورة معك اي حاجة، خلاص القرار اتطبق عليك. ثالث حاجة كمان، انت هناك مالكش غير موبايل واحد بس كل 3 سنين، يعني مش هتعرف تشتري موبايل لا لأختك لا لابنك لا لبنتك، إلا هتجيب موبايل واحد فقط لا غير كل 3 سنين، وده لوحده هيخلي فيه سبب مقنع انك تشتري موبايلات من داخل مصر. طيب هل الموبايلات داخل مصر افضل ولا في دول الخليج افضل؟ الموبايلات الاصلية هي الاصلية في كل مكان، سواء في السعودية، في الخليج، في الكويت، في الامارات، في اي مكان الموبايلات الاصلية هي الاصلية في كل مكان. طيب هل الموبايلات هنا ارخص ولا في الخليج ارخص؟ السعر بقى مقارب جدا، والسعر يعتبر بقى واحد مع نظام الضمان والوكيل، يعتبر الموبايل اللي داخل مصر هنا افضل. فلما تفكر تشتري تليفون من بره مصر عايزك تعرف 3 حاجات. اول حاجة، ليك موبايل واحد كل 3 سنين. رقم اتنين، لو جبت اي موبايل تاني غير اللي انت اخدته اول واحد ليك هيتضاف عليك ضريبة. رقم ثلاثة، في داخل الدولة هنا مالهوش ضمان.
رقم أربعة هيكون موبايل في الوقت الحالي أغلى من داخل مصر. يعني من الآخر لما تشتري الموبايل بتاعك بالضمان بدون ضريبة داخل الدولة، معك ضمانك، مفيش أي ضرائب عليك من داخل مصر، بالفعل ده هيكون أفضل ليك. ودي كل التفاصيل علشان تعرف تاخد قرارك إذا كنت تشتري من بره مصر أو من داخل مصر، وليك حرية الاختيار والقرار. متنساش تعمل لايك واشتراك للقناة علشان يوصلك الجديد. أي معلومة محتاجها اكتبها لي في كومنت وأنا هرد عليك. تحياتي ليك، بحبك في الله.